زوج انواع من النساء. النوع الاول بمجرد ما كيوقع لها شي مشكل ولا كطيح صافي كتفقد الثقه في راسها، كتبان لها الدنيا كحله وكتبقى في بلاصتها غير تبكي وتشكي. وكاين النوع الثاني اللي واخا يوقع لها اللي وقع واخا طيح ديما عندها الامل ان القادم اجمل. والفرق ما بين هاد الزوج، الاولى عندها افكار سلبيه والثانيه افكار ديالها ايجابيه. فما بقاتش في الفلوس وما بقاتش في الجمال وما لا، بقات كيفاش انك كتواجهي دوك المشاكل. فاذا انت كنتي دائما سلبيه في حياتك اكيد اختي غادي تبقاي في بلاصتك، واذا كنتي ايجابيه وديما عندك الامل ان الغد اجمل وان غدا غادي كلشي يتبدل وغير مساله الوقت والامور غادي تقاد، فثقي بيا اختي غادي تزيدي للقدام وغادي ترجعي ثقتك في راسك وعمرها ما تهرس. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقول لك كيفاش التفكير الايجابي ممكن انه يغير حياتك، ممكن انه يخليك تزيدي للقدام وما ترجعيش للور. فكملي الفيديو حتى النهايه. ولا كنتي اول مره كتشوفي قناتي مرحبا بك والف مرحبا بك في قناه الراحه النفسيه والتنظيم الذاتي. وما تنساش ديري اشتراك وتفعلي الجرس باش هكا توصلي فيديوهات جديده. وإلا عجبكم البنات الفيديو ما تبخلوش على اختكم بجيم. ولكن قبل ما نبداو الفيديو نكملوا الفيديو نصليو على اعظم رجل في التاريخ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فشوفي اختي، المراه السلبيه دائما الافكار ديالها كيدمروها، دائما كتنوي الحوايج الخايبين. والعقل ديال الانسان بكثرة ما كتبقاي تفكري فيك الحوايج الخايبين راه كيصدقهم صافي، وكتبقاو يجيوك غير الازمات ويجيوك غير المشاكل. علاش؟ لان انت برمجتي العقل ديالك كيفكر غير بالاسوء، وممكن انه كيوقعوا لك مشاكل غير بساط وممكن انك تحليهم بسهوله، ولكن انت الافكار السلبيه ما كتخليكش انك تعيشي حياتك وتحلي مشاكل ديالك. عكس المراه الايجابيه في حياتها واخا عندها مشاكل يعني راه انك تكوني ايجابيه ماشي انك تكوني عايشه في الخيال، يعني انت الوضع ديالك يكون مكفس وتبيني لا راني مزيانه، لا، وانما كيكون عندك الامل ان المستقبل غادي يكون زين. لان المستقبل كيف قلت لكم البنات راه كيكون في يد الله، لان ربي الا تفائلتي بالخير راه ربي ما غاديش يخيبك، والا بقيتي تفائلي بالشر راه اكيد غادي تلقاي الشر. داكشي علاش كنقول لكم البنات دائما برمجوا العقل ديالكم على الافكار الايجابيه. واخا عندك مشاكل، واخا راكي عايشه ظروف صعيبه، واخا ما عرفتوا شنو، تفائلي بالخير، تفائلي بالخير وقولي ان شاء الله هادشي غير مؤقت ودابا غادي تقاد الامور ودابا ربي غادي يعوضني وزيد وزيد وزيد. لان حتى ربي كيقول لك تفائلوا بالخير، راه ما تبقاوش تفائلوا بالشر. وكيف قلت لكم العقل كيبقى يبرمج اي حاجه نويتيها هي اللي كتوقع لك. وإلا بقيتي انت ديما ايجابيه غادي تلاقي مع الايجابيه، واخا كطيحي كيجيك داك المشكل بسيط وكتحليه بالعقل، لان انت عندك الثقه في نفسك اولا وعندك افكار ايجابيه وعارفه ان حتى حاجه ما كتدوم للابد. والتفكير الايجابي المعنى ديالو حتى انك ولو انك عييتي نفسيا ديما كتحاولي انك يعني تشحني راسك بالطاقه الايجابيه، كتحاولي راسك تشجعي راسك براسك. واخا كتكوني عايشه مع ناس محبطين كتقدري تنقذي راسك، ما كتخليش دوك الافكار ديال دوك الناس المحبطين ولا دوك الناس اللي معاك انهم يحبطوك. علاش؟ لان انت ايجابيه كتشوفي الدنيا بواحد المنظور زوين وكتعرفي بلا ان الحياه مره طلوع مره هبوط وهكذا. فشوفي اختي، كل وحده والمعركه ديالها في الحياه وكل وحده وشنو كتواجه. ولكن كتلقاي سبحان الله بعض النساء كتلقاي نفس المشاكل عندهم، غير وحده كتعرف كيفاش تواجه دوك المشاكل ووحده كتوقف حياتها في وسط. يعني شحال من وحده كنعرفوها ولا تكوني انت تعرفيها كتلقايها وقفت حياتها بسبب مشكل وقع لها في حياتها، وكاين اللي كتلقايها ما شاء الله حياتها كلها مشكله كلها مشاكل وقادره انها توقف من جديد ودائما مبتسمه ودائما فرحانه براسها ودائما ناشطه براسها وما كتسناش بنادم يقول فيها انت زينه عاد هي يعجبها الحال، لا، هي كتشجع راسها براسها، هي كتقوي راسها براسها. فهكا بغيتك تكوني ايجابيه
ما تكونيش سلبيه، لان شحال ما دخلتي الافكار السلبيه في راسك ما غاديش تكوني مزيانه. وشحال ما كنتي ايجابيه، وكيف قلت لك ماشي تكوني ايجابيه انك يعني داك الوضع اللي تكوني عايشه فيه ولا عندك مشاكل وتكذبي يعني تبيني راك، لا، ولكن كديري الامل، كيكون عندك الامل ان غدا والمستقبل ان شاء الله اللي كيكون في يد الله غادي يكون زين، والدوام الحالي من المحال. فهمتي؟ هذا هو التفكير الايجابي، وكتخدمي على راسك وكتحطي اهداف وكتشغلي راسك بهم، حتى ربي كيعوضك بما احسن، وحتى ربي كيفتح لك بيبان الرزق. لان ربي دائما، عمري انا ما شفت شي انسان ايجابي في التفكير ديالو وربي خيبو، عمري ما شفتها في حياتي. دائما الانسان الايجابي واخا كيطيح كيولي كينوض، والانسان اللي سلبي كيبقى في بلاصتو. عمري ما شفت عاود شي وحده سلبيه بقات يعني دارت شي خطوه للقدام. فداك الشيء علاش اختي ملي يجيوك افكار سلبيه بدليهم بافكار ايجابيه، ما تخليش هذاك التفكير يغلب عليك. انا زوينه، انا نستاهل انني نكون عايشه مزيان، انا نستاهل راحه بالي. وكيف قلت لكم اي حاجه في هذه الحياه بغيتيها خدمي عليها، بغيتي راحه البال خدمي عليها، بغيتي تزيدي لقدام نوضي عري على دراك، بغيتي تحققي شي حلم خدمي عليه. حتى حاجه ما كتجي بسهوله، شي تلك الراحه النفسيه. لان حتى انا كنت واحد القاعده كنت كنعتقد ان الراحه النفسيه يعني كتجي الراسه، يعني خصني نكون عايشه في واحد الوضع وخصني، ولكن لا، مؤخرا اكتشفت ان الراحه النفسيه حنا اللي كنهيئوا الظروف باش نكونوا مرتاحين نفسيا. اما حتى حاجه ما كتجي غير هكا، سبحان الله في هذه الحياه حتى حاجه ما كتجي غير هكا. وكذلك اختي، كيف ما دباتك هذه الحياه وكيف ما قصات معك هذه الحياه ياكي، دائما ديري في بالك ان غدا يكون زوين. ما تحبطيش، ما تفقديش الثقه في نفسك، كوني قويه، كوني قويه قويه بالله عز وجل، ذكري الله عز وجل، قراي القران، صلي صلاتك في الوقت. ما تكونيش ديك الانسانه الضعيفه اللي اي حاجه وقعت لها صافي كطيح وكتموت صافي وحياتها كترول. لا، ما فيها باس نبكي، ما فيها باس نبكي، نعبر، نخرج داك الشيء اللي داخل ديالي، سواء كان نكتب داك الشيء في الورقه او مثلا نحكي لشي صديقه عندي في حياتي كنثق فيها، نخرج ما فيها باس. ولكن باش نخلي داك الشيء يسيطر عليا ونبقى جالسه في بلاصتي وما ندير حتى شي خطوه لقدام، اختي راكي غاديه في الضياع. الله اختي، والله ما تنوضي انتي تقدي امورك وانتي ديري خطوه لقدام باش تزيدي للقدام، راه ما غاديش اختي تغيري حياتك. واخا ما شنو نجيب لك طبيب نفساني يعالجك وكل شيء، ولكن انت ما عندكش الاراده باش انك تغيري، ما غاديش تغيري، غادي تبقاي في بلاصتك. ولكن الا كنتي انت عندك الاراده انك باغيه تغيري راسك وباغيه تزيدي للقدام، فغادي تزيدي للقدام. كلشي بك نتيا. الحياه صراحه ماشي سهله الصراحه البنات، راه كيوقع لنا مشاكل في حياتنا حتى واحد كيف قلت لكم ما لاقيهاش. هذيك اللي كتشوفيها في السوشيال ميديا ضحكه وكتبين لك غير الحوايج الزينين، راه اكيد غادي تبين لك اختي الحوايج الزينين، راه ما يمكنش غادي تبين لك الحوايج الشينين. يعني ماشي معناتها انها حياتها مقاده 100%، حتى هي راها كطيح وكتوقف، كطيح وكتوقف، حتى هي كتجيها مرات حاله نفسيه كتكون ماشي مزيانه، ولكن كتكون دائما ايجابيه في التفكير ديالها، ما كتكونش سلبيه. كتعرف ان بعض المرات المراه، الله يحسن العون، حنا كنساء بعض المرات كيجيونا حالات ما كنتحكموش في راسنا، كنعطيو الوقت راسنا. هذا هو التفكير الايجابي. يعني ملي كيكون عقلك مثلا كتكوني غاديه في واحد الطريق وحده كتحسي راسك ماشي هي هذيك، صافي يعني ملي كتشوفي راسك ماشي هي هذيك صافي كتجلسي وكديري ستوب وكتريضي كلشي وكتعطي وقت لراسك، كترتاحي باش ترجعي طاقتك. ولكن ماشي غادي تمشي حياتك كامله وانت ناعسه، حسيتي صحتك ماشي هي هذيك، نوضي جري على راسك، روحي شوفي واش ناقصك شي فيتامين، لان بعض المرات حتى النقص في الفيتامينات راه كيديروا فشل، كيعطيوك طاقه سلبيه. كاين اللي عندها مشاكل في المعده، كاين اللي عندها مشاكل في القولون، حتى هادشي راه عنده دور في الحاله النفسيه ديالنا. روحي اختي دبري على راسك، روحي جري عليه، المهم ديري خطوات باش انك تزيدي لقدام. ما تبقايش اختي يعني يجيك داك الشعور ديال انك فقدتي الثقه في راسك ولا ان شي مشكل طيح وكتبقاي في بلاصتك. لا، نوضي خدمي على راسك، نوضي وقفي من جديد. راه هذه حياه، راه سبحان الله بعض المرات كتشوف الحياه بحال واحد اللعبه، مره هاك مره هاك، وحتى ربي كيدي امانته. حنا كنجريو وكنكافحوا كما يقولوا، كنخدموا الدنيا ودين، يعني كنخدموا الدنيا وعاوتاني كنخدموا الدين ديالنا، لان ربي امرنا بهذا الشيء.
ماشي غادي نخدم حاجه ونخلي حاجه، لا، نعيش الحياه ديالي، نفرح براسي، حققت شي هدف نمشي كما يقولوا نعطي وقت لراسي باش نفرح بداك الهدف مثلا. كذلك عاوتاني كنخدم على الجانب الروحي بحال ما كايناش كاع الدنيا، وهكذا وتستمر الحياه. فاختي حاولي هذا هو موضوع ديال الفيديو ديالو. بغيت اي وحده موضوع الفيديو ديال اليوم، بغيت اي وحده الافكار ديالها سلبيه، بغيتك اختي تحولي دوك الافكار الى طاقه ايجابيه، بعدي عليا من السلبيه. كنتي مع راسك وقولي انا اليوم، من اليوم بغيتك تبداي من اليوم قولي انا من اليوم ان شاء الله ما نخلي حتى حاجه تاثر عليا. كيف ما كان الوضع ديالك دائما كنقولها، حاولي المحيط ديالك نقيه. مثلا راه حتى البيئه اللي كتكوني عايشه فيها، الا كنتي انت عايشه مثلا دابا انت اللي راكي تسمعيني يعني راكي محبطه وعندك شي مشكل وطيحك وكما يقولوا رول لك حياتك، وانت ناعسه في دارك ودارك مروله وبيتك مسخه وكل شيء مربش، نوضي اختي، نوضي نقي ديك الدار وحلي السراجم ونقي الدار ديالك، لان حتى المحيط عنده دور. فالا البيئه اللي راكي عايشه فيها كانت نقيه ومرتبه غادي تكوني ايجابيه، ولا كنتي انت عايشه في الروينه غادي تكوني سلبيه. لان العين فاش كتشوف كلشي مرون سبحان الله كتدخل بحال كتشحني راسك بالسلبيه. اما الا شفتي الغرفه ديالك منظمه ودارك نقيه كلشي هو هذاك سبحان الله، يعني بدون ما تشعري كتعطيك واحد الطاقه ايجابيه. وكذلك عاوتاني ملي تشوفي راسك ماشي مزيانه روحي ضربيها لك بتدويشه ومشطي شعرك وديري واحد البارفان. سبحان الله انا البارفان ملي كنرشها على راسي كنحس بواحد الطاقه ايجابيه، ورشي على راسك بارفان وقدي راسك وتشوفي الا ما وليتيش عاوتاني بطاقه ايجابيه. المهم خدمي على هذه النقطه. الا انت كتعاني من المشكل ديال الطاقه السلبيه خدمي على الطاقه الايجابيه، ديري خطوات، بحثي، شوفي الحوايج اللي كيأثروا عليك بعدي عليهم، المحيط ديالك الناس اللي عايشه اللي عايشه معاهم كيحبطوك حاولي تفادي الاحتكاك معاهم وهكذا. ديري وقت لراسك، اقراي، وعي المخ ديالك، يعني بحثي، ديري الريسيرش ديالك حتى تولي ان شاء الله مزيانه. خدمي على هذه النقطه. هذا فيديو خاص للاخوات اللي فيهم غير الطاقه السلبيه ما فيهمش الطاقه الايجابيه. بغيتك اختي هذا العام تركزي على راسك، وبغيتك الطاقه السلبيه ترديها طاقه ايجابيه. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال اعجابكم. الى فيديو اخر، مع السلامه.